اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من كانت حدوته على الطريق. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن ابرز نجومنا العرب. ونجم حلقتنا النهارده يكون الاناكوندا مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي. قبل ما نبدا مشي في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. النهارده هنتكلم فيها عن مصطفى محمد اللي هو من اكتر اللعيبه المصريين، ده لو ما كانش اكترهم السنه دي، اللي عليه كلام جماهيري ويعني وزخم اعلامي، واللاعب واخد حقه اعلاميا. وبرضه الناس بتدعمه اكتر واكتر لان في الاول وفي الاخر ابن مصر والناس كلها تتمنى له كل خير. فحلقتنا النهارده هتكون بتتكلم عن ان مصطفى محمد واحد من اكتر اللعيبه اصلا في الدوري الفرنسي كله، مبدعه السنه دي وصوتها مسمع. كفايه ان هو شهرين على التوالي احسن لاعب في نانت الفرنسي، اللاعب تاني الهدافين، ده غير الصناعه، وهو يعتبر الموسم دوت سر قوه نانت الفرنسي. هتقول برضو ان اللاعب هو اكتر اللحظات او افضل اللحظات اللي عاملها السنه دي مع نادي نانت مكتوبه باسمه هو، سواء الجون الفاول او الاهداف اللي جت في موناكو مارسيل، الحاجات التقيله دي كلها اللي مصطفى محمد بيعملها الموسم ده، عكس اللي كان حصل السنه اللي فاتت بسبب المشاكل يعني اللي الجماهير عملتها ليه بسبب المعتقلات الدينيه وكده. ان ده يعني بالنسبه لفرنسا بيمثل حاجه غلط، حاجه غلط بالنسبه لهم هم، يعني بعيد عننا. فحصل مشاكل والجماهير كان في نسبه كره شويه، الا ان اللاعب قدر يتحدى كل حاجه ويتحدى الموضوع كله ويرجع تاني لواحد من اكتر اللعيبه المحبوبه في الجماهير. وده الكلام يرجع من ساعه مصطفى من 2021 لما ساب الزمالك وراح جالاتا سراي. اللاعب راح جالاتا سراي في نص الموسم لعب حوالي 17 ماتش جاب فيهم 9 اجوان. دوت اللي يبين لك ان خلاص اللاعب ماشي على الطريق الصح. لكن الموسم اللي بعده ما كانش الموسم الافضل، اللاعب لعب الموسم كله جاب حوالي 8 جوان مقارنه بالنص موسم اللي هو لعبه. لكن يعني اللاعب بيبدا طريقه الاحتراف في سنه ونص، فيها حوالي يعني انت بتتكلم في حوالي 9 جوان في نص موسم و8 جوان في موسم. سنه ونص حوالي 17 جون، مش الشيء الوحش خالص يعني. اللاعب اول سنه ونص ليه احتراف، يعني زي ما بيقولوا سنه اولى احتراف. فاللاعب عمل اللي يقدر عليه وهو بيحاول يتطور يوم عن يوم. تيجي تتكلم بعد كده لما حب ياخد خطوه جديده، خلاص بتوع جرة اسرائيل قال لك هنوديه نادي تاني. اللاعب قرر يروح نانت الفرنسي، الا ان المدرب كان حد في التعامل معاه شويه، وعامل اللغه كان مقصر ومش عايزه يلعب كتير. فاللاعب كان فيه تاثير شويه معاه، تاثير نسبي بسبب موضوع المدرب. الا ان بعد كده المدرب مشى وجابوا مدرب جديد، والمدرب دوت هو اللي كان ماسك فريق الناشئين. وبعد ما ابدع معاهم وجاب حوالي 11 جون، النادي قال لك خلاص، او المدرب قال لهم لازم يفعلوا بند الشراء، لازم اللاعب يكمل معاهم. وبالفعل اللاعب كمل معاهم، وسواء بقى تغيير مدربين، مدرب كمل، حاجات من دي. اللاعب قعد معاهم الموسم دوت. انت بتتكلم لحد دلوقتي اللاعب لعب 6 مباريات جاب فيهم 5 اجوان في الدوري الفرنسي، غير بقى الاسيستات اللي بيعملها حوالي اسيستين برضه في الحدود دي. فاللاعب عامل موسم لحد دلوقتي ولا اروع. ده غير ان في الصيف كان جاله عرض من شيفيلد يونايتد، الا ان هو والنادي قرروا ان يعني لسه الخطوه دي شويه عليها موسم ولا حاجه، اللاعب يقدر يطور نفسه عشان يروح. وفي ناس بتقول لك اصلا من شروط ان مصطفى محمد كان يكمل مع نانت الفرنسي ان رئيس النادي كان طالب منه ان هو يجيد اللغه الفرنسيه، وبالفعل ديت اللي سهلت عليه حياته شويه الموسم ده برضه الواحد يحب يثني على العقليه الاحترافيه اللي هو وصل ليها في الفتره الاخيره مع نادي نانت الفرنسي، بسبب المدربين المتخصصين اللي جابهم عشان يطوروه في الامور الفنيه، وبرضه المدربين اللي جم يطوروه من الناحيه البدنيه، عشان اللاعب تبص تلاقي ان هو خلاص حط عينه ان هو عايز يحقق حلمه ويروح دوري انجليزي. وخلاص الموسم دوت يعني مفيش فرصه افضل من اللي هو بيعمله دوت، افريقيا جايه المدربين بتبص عليها. فدوت ان شاء الله الموسم اللي نقدر نقول ان هو الموسم خلاص اللي هيخلي مصطفى محمد يروح للدوري الانجليزي ويعمل جيل جديد مع مرموش والعبد منعم وامام عاشور وفتوح، والجيل دوت اللي هو الجيل اللي هيشيل منتخب مصر. لان كلنا عارفين ان بعد افريقيا ديت في لعيبه كتيره مش هتكون موجوده مع منتخب مصر. ومع الموضوع دوت يعني، وموضوع منتخب مصر هنتكلم عنه في حلقات جايه. فقبل ما ننهي مشاهد القناه وتفعل جرس التنبيهات، دوس على لايك وتكتب لنا في الكومنتات عايزنا نتكلم عن اللعيبه مين الحلقه الجايه.